حديث متكلم فيه. في كتاب الإبانة، لكن أنت بدك تثبت السند. وعلى سيرة السند، من وين أجيك على سيرة السند يا أستاذ، أنت قبل قليل ذكرتني بحالك والله. أنت قبل قليل تقول لي إن النرسي هذا غير معتمد. أنا أجيب لك إنه النرسي معتمد. طيب، قبل ذلك أذكر لك إن الله سبحانه وتعالى، أنت تنفي أن الله سبحانه وتعالى له علم. الله سبحانه وتعالى قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فالله أثبت لنفسه علم وليس أنا. تروح أنت تكذب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الروافض أنا أدعوكم إلى الله سبحانه وتعالى، أدعوكم إلى الكتاب، وهو يسخر يستهزئ. سبحان ربي. مسألة بالنسبة إن الله ينزل على جمل أورق، هو شكك بالنرسي. النرسي هنا البهبهاني يقول إن النرسي ثقة. الروحاني يقول إن النرسي ثقة. بحر العلوم هنا يقول أيضا إن النرسي ثقة. النجف آبادي يقول لما تكلم عن زيد النرسي يقول معتمد هو وأصله. والله عادين أخذ بكلامك، أنتم ما أخذ بكلام الذين يعني. المامقاني يقول وعد النرسية من أصحاب الأصول، وتسمية كتابه أصلا مما يشهد بحسن حاله واعتبار كتابه. هذا بالنسبة لمسألة الجمل الأفرق. فأنتم هذا معتمد إن الله سبحانه وتعالى ينزل عندكم على جمل أفرق. بالنسبة لقولك إنكم لا تثبتون أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، لا، هذا موجود في كتبكم. هنا جعفر السبحاني يقول في الإلهيات: أينما تولوا فثم وجه الله، أي لا يخلو مكان عن ذاته ووجوده. هذا كلام جعفر السبحاني، أنا ما جايب شيء من عندي. أدعوكم إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لي كلام غريب عجيب، يقول لي فلان قال وعلان قال. أكرر: نحن الآن الله سبحانه وتعالى قال لنا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هو معرض عن الكتاب تماما. الله سبحانه وتعالى يقول: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. آتيه بالآيات لا يؤمن بها، يردها، يستهزئ، يتخذها هزؤا. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. بالله عليكم انتبهوا في هذه المناظرة على من تنطبق الآية. ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. نعوذ بالله ونسأل الله له الهداية ولقلبه الهداية. أعود فأقول: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، طالما أن الإله الذي تعبده سمعه هو الذات وبصره هو الذات، وأنت لما سألتك عن الذات قلت لا يحيطون بشيء من علمه. إذن أنت لا تعرف ما هي الذات، لا تعرف لله سمعا ولا تعرف لله البصر. البصر هو الذات والذات لا تعرفها، السمع هو الذات والذات لا تعرفها، فبشره بعذاب أليم. نعوذ بالله سبحانه وتعالى. نقول: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تسأل عن معنى الشخص، الشخص هو الذي له وجود حقيقي. تثبت الشبحية، لا نثبت الشبحية، ولكن الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى كل شيء أولئك يصدون عن الله سبحانه وتعالى ويريدون جعل الله لا شيء. جميل. إذن الشيخ لا ينفي الشبحية. طيب، الجميل الصوت بس أغلق الشيخ. الشيخ المناظر لا ينفي الشبحية، كما أنه لم ينفي أن الله مادي. سمعت جاوب عن الآية، يقول: أنت أعرفت عن الآيات. إخواني، هل أنا أعرفت عن آية أتى بها الشيخ؟ لا أبدا. أنا تكلمت في صلب الآيات
التي تكلم بها الشيخ، ولم أذهب يمنة ويسرى، إنما أتيت بكتب العقائد عند السنة وأنا موافق. نعم، الله سميع بصير حي قيوم، لكن صفاته عين ذاته. سمعت إجابة عندما قلت إذا لم تكن الصفات عين الذات فوجب منك إثبات عليم فوق الله سبحانه وتعالى. أصلا الشيخ سوى نفسه ما سمع هذه الآيات من القرآن الكريم. قلت أن الله سبحانه وتعالى عندكم لا شخص أغير من الله. أنا سألت عن الشخص، لا شخص أغير من الله. شنو قلت الشيخ؟ افتح المايك. شنو معنى الشخص؟ شنو معنى الشخص؟ الذي له وجود حقيقي يمكن أن يرى ويمكن أن حقيقي. قبل ما أروح إلى أن له وجود حقيقي، يقول الشيخ أن في كتاب الإبانة يقول هذا الكلام هذا موسى كان لابس. لا عزيزي، مو موسى، لأن هو قال من ذا العبراني الذي يكلمني من الشجرة. لذلك لو تروح إلى الذهبي وغيره من علماء أهل السنة حنقوا على هذا الرجل وقالوا هذا الكلام من عنده ما يضاف إلى رسول الله، وهو كتاب الإبانة وهو في عقيدتكم. لا عزيزي، هذا الله عندكم هكذا، مو أنه موسى كان لابس. لذلك ارجعوا إلى ابن بطة كيف حنقوا عليه هذا العالم الحنبلي. أما مسألة الشخص أن من له وجود، أيضا لا. أنت الآن بنفس الطريقة التي اعتمدت، وهذا الكلام من عندك الذي له وجود، هذا كلام الأشاعرة الذي أنت تحنق عليهم، لأنهم قالوا لا شخص أغير من الله، يعني لا شيء، وهذا تعني الوجود وتعني إثبات الوجود. لا، هذا أنت الآن صرت أشعريا. هم ضربت علماء أهل السنة، هم ما قبلت بعلماء أهل السنة، أما الآن صرت أشعريا. هذا شرع. أذهب أنا وأنت إلى علماء سلفية حتى نعرف ما معنى الشخص الذي أثبتوه في كتاب من؟ كتاب البخاري، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. اسمعوا اخواني، صار اشعر اليوم الشيخ الله يرحم والده. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، لان هذا الكلام لا شخص اغير من الله في صحيح البخاري. المن شرح للغنيمان المجلد الاول يقول واذا صح الحديث عن رسول الله وجب العمل به والقول بموجبه. الآن أنا وأنت هذا حديث عن النبي، حتى لا تقول لي كلام عالم ورحنا للعلماء، هسه منا وصعد راح تجيك أحاديث رسول الله. يقول بموجبه سواء كان في مسائل الاعتقاد أو العمليات، وقد صح عنه إطلاق هذا الاسم، أعني الشخص على الله، يعني الله اسمه شخص، يقول الغنيمان، فيجب اتباعه في ذلك على من يؤمن بأنه رسول الله وهو أعلم بربه وما يجب وما يمتنع عليه. وتقدم، مو أن ما له وجود، هذا كلام الأشاعرة يا شيخ، لا تصير أشعري. وتقدم أن الشخص في اللغة ما شخص وارتفع وظهر. بعد قال في اللسان، هذا الغنيمان مو أنا أقول، ده يعطينا معنى الشخص من البخاري. الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور، وحيث أنه قال وجب إطلاق لفظ الشخص على الله والشخص هو جسم، فإذا الله جسم له ارتفاع وظهور. شنو فرق عن كلام العثيمين عندما قال تمثال مجسم ملموس؟ شنو الفرق؟ شنو فرقنا احنا الآن؟ إذن أخطأت في كلامك، أخطأت في تعريفك، وهذا الكلام منك لا صحيح. يقول والله تعالى أظهر من كل شيء طبعا، ويثبت الجسمية، ويقول أهم شيء شخص لا كالأشخاص. في كتاب التوحيد الكتاب الآخر شخص لا كالأشخاص. الجسم الذي أنتم تثبتونه لله الآن، الله شخص، يعني الله جسم، وهذا من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما هو عندكم. يا شيخ، حديث أنكم سترون ربكم يوم القيامة فتعرفونه بصورته التي كان عليها، يعني أكو صورة لله سبحانه وتعالى، أي صورة كنتم تعرفون الله بها وكنتم رأيتموه، حتى أنه هذا السؤال الثاني. أما سؤالك عن أصل زيد النرسي، يا حبيبي زيد ثقة لكن أصله مطعون فيه. أنت تعرف مسألة مراجعة الكتب، أصل زيد مطعون فيه، مو زيد مطعون فيه. أكو فرق بين الشخص والأصل. جاوبنا عن حديث الرؤية وجاوبنا عن حديث الشخص الذي هو الله جسم عندك. طيب، كما رأيتم
ما جاءني بشيء من القرآن يثبت فيه عقيدته التي تنفي عن الله سبحانه وتعالى صفاته، والتي تجعل بصر الله هو ذات، وتجعل سمع الله ذاتا. وقال الذات لا يعرفها أصلا، لا تعرفون الله سبحانه وتعالى، بل وعندكم في كتاب الكافي أن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعرف نفسه. تعرفون هذه المعلومة؟ وأسأل محاوري عنها، أتعرف أن الله لم يكن يعرف نفسه بكتبكم؟ طيب، مسألة أنه أصل النرسي، أنا أثبت لكم أن أصل النرسي معتمد كما نقلنا قبل قليل، لن أكرر ويعني أذهب الوقت بالتكرار. مسألة من ذا العبراني الذي يكلمني، أنا قلت لك أنت تحتاج، قلت لكم، لن أقول قلت لك لأنه يعرف ذلك، يعرف ماذا يفعل، لكن أنتم لا تنتبهون، أقصد الذين لا يعرفون أساليب خصومنا. يأتي بأشياء مثل هذا الحديث الذي يقول عنه ابن الجوزي موضوع، هذا من ذا العبراني يكلمني موضوع، فهو يحتج به ويقول كذا، وعليه جبة صوف، موسى عليه جبة صوف. يعني هو الحديث عن موسى لما كلم ربه كان عليه جبة صوف، هو موجود في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، لو كان عندي وقت لأخرجته لكم. يعني سبحان الله، هذا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد لأخرجته لكم وبينت لكم نص الحديث تماما. الشخص هو ما شخص وبان عن غيره. نعم، هو أنا قلت لك الشخص هو ما له وجود حقيقي، الذي له وجود حقيقي ما هو الذي يشخص ويبان عن غيره، يعرض عن كل آيات الله سبحانه وتعالى ويولي عنها مستكبرا. الله قال لما خلقت بيدي، الله قال ويبقى وجه ربك، الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى. هم يثبتون نزوله على جمل أورق أو أفرق، وكل ذلك يعرض عن القرآن. وسبحان الله يقول لي رواية في البخاري صحيحة، فسرناها له. ماذا نثبت؟ أن الله سبحانه وتعالى كما قال رسولنا، شوف الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا يجب أن يكون المسلم، وليس يرد بآرائه. يقول إنه إذا أثبتنا أن لله علم فسيكون فوقه عليم. كيف هذا العقل؟ وكيف هذا الفهم؟ نعوذ بالله. ماذا تقصد بإشارتك؟ أنا قلت إذا قلت أن الصفات ليست عين الذات فوجب أن الله ذي علم وليس عليم. أي الله ذو علم وهو عليم سبحانه وتعالى، أنزله بعلمه، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. أما قولك إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى ذو علم فسنثبت عليما فوق الله سبحانه وتعالى، الآيات لا تقتضي ذلك، وعليك أن تفهم القرآن فهما صحيحا. الله سبحانه وتعالى، أو في اللغة العربية كلمة كل لا تعني دائما الاستغراق في كل أفرادها. يعني الله سبحانه وتعالى قال وجاءهم الموج من كل مكان، هل جاءهم من القمر؟ لا. هل جاءهم من الشمس؟ لا. هل جاءهم من السماء؟ لا. إذن كلمة كل لا تتعلق إلا بالأفراد الذين يمكن أن تتعلق بهم. يقول الله سبحانه وتعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون، هل بنوا بأرياع الدنيا كلها أم بأرياع منطقتهم؟ بأرياع منطقتهم. ويقول الله سبحانه وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، هل جبي إليه ثمرات الجنة؟ لا. إذن ثمرات كل شيء يمكن أن يجبى، ففوق كل ذي علم عليم ممن يمكن أن يكون فوقه عليم، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون فوقه عليم. ولو شئت لأتيتك بالآيات التي فيها كلمة كل في القرآن الكريم، وأنت لا تدرك معاني القرآن الكريم لأنكم معرضين عنه، لأنكم بعيدين عن القرآن الكريم. أنتم تأخذون من روايات، هذه الروايات باطلة، روايات ضعيفة، روايات متهافتة تعطل القرآن، تعطل إثبات موجود حقيقي له وجه وسمع وبصر وعين ويد. سبحان ربي، حتى الذات التي تثبتونها لله يقول لا يعرف معناها، فماذا يعرف عن الله؟ الله سبحانه وتعالى عندهم في كتبهم لم يكن يعرف نفسه، وهذا ما سأعرضه لكم بإذن الله سبحانه وتعالى من كتبهم، أن الله لم يكن يعرف نفسه. وأنا سألته إذا كان يعرف هذا فما أجابني، أعرض عن الحال ما نسمعان يمكن أو نسي، الله أعلم، لكن هذا سأعرضه لكم إذا صار عندي وقت أكثر من ذلك. أعرض؟ طيب اصبر شوي بس أطالع المصدر.
فالآن أنا أقول لكم وأكرر دعوتي لكم أن تتبعوا القرآن الذي جعله الله سبحانه وتعالى فرقانا بيننا وبينكم، وجعله فرقانا بين الحق والباطل. اتبعوه وليثبت عقيدته من القرآن، ليس عنده غير الشبهات. والله أنا ما ذكرت شبهة إلى الآن، أنا ذكرت كلام إخواني، كلام علماء أهل السنة. بس خلينا نسوي الجولة. أنا إلى الآن ذكرت كلام علماء أهل السنة، والشيخ أعرض عن كلام علماء أهل السنة، وبالتالي طلب كلام غير علماء الذين هم أعلم منه ومن غيره. أما كلمة شخص ثبتناها الآن، أنا قلت فوق كل ذي علم عليم. أنت الآن شيخنا ارتبكت بهذا الكلام، قلت الله ذي علم والله عليم. ما يصير، الله له ذو علم، الله له عليم. قلت الله عليم ليس فوقه علم، إذن ثبت. شكرا لك، أنت أثبتت أن صفات الله عين ذاته، صرت شيعيا. أهلا وسهلا ومرحبا. ليش؟ لأن الذي في اللغة العربية تعني الانفكاك، وفوق كل ذي علم عليم يعني صفته هي ليست عين ذاته، هذه الصفة زائدة عن الذات. فإذا ثبت أن الله ذو علم صارت صفة زائدة ففوقه عليم. بما أنك قلت أن الله عليم وليس فوقه، أول مرة قلت ذي علم وعليم، ما يصير، لأن هو الله يقول وفوق كل ذي علم عليم. إذا كان عليم إذا صارت الصفة عين الذات، انتهى الانفكاك فيما بينها وما بين الصفة، فصارت هي عين الذات. أهلا بك عند التشيع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال الشخص هو الموجود أو كذا مثل ما ذكرت. شيخ أنا ذكرت لك معنى الشخص من كلام الغنيمان السلفي مثل حضرتك، هم تقول ما أعرفه؟ ويشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، يقول قال في اللسان الشخص كل جسم، فعليك أن تثبت أن الله جسم، لأن ابن تيمية يقول إثبات الجسمية أقرب إلى الفطرة في بيان تلبيس الجهمية، إثبات الجسمية أقرب إلى الفطرة. أما هذا الحديث الآخر الذي ذكرنا عن ابن بطة، نعم هو موضوع عند ابن الجوزي. ابن بطة يقول هاي عقيدة الفرقة الناجية، وراحوا ردوا على هذا المالكي في ما أعرف الكتاب عندي بس حرامات ما جبته، شو تجيب؟ أنا جايب لك 25 مجلد. انه ردوا على المالكي لانه ضعف هذا الحديث، قالوا هذه زياده من ابن بطه، لانه ابن بطه لعب جوله. هل الله عند ابن بطه الحنبلي في الفرقه الناجيه يلبس جبه صوف وهو عبراني؟ وجاوبني على الشخص على لسان النبي، الله صار شخصا والشخص كل جسم. جاوبني على كلام النبي، وهل الجسم عندك منفي عن الله او غير منفي عن الله؟ سألتك سؤال عن الصورة، يقول وقوله فيأتيهم الله عز وجل في غير صورته. يشرح العثيمين في التعليق على صحيح البخاري المجلد 14 صفحة 545، يقول غير الصورة التي يعرفونها، أي أنه يأتيهم على صورة لكن غير التي يعرفونها، غير الصورة التي أنتم تعرفوها، وذاك اختبار لهم. يابا كيف عرفوها؟ نقول يعرفونها بما علموا مما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. النبي كيف وصف الله بالصورة؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تشك بأن النبي وصف الله بصورة شاب أمرد جعد قطت في حلة خضراء وصححه علماء السنة؟ وهذا الحديث الآن أمام الناس إخواني الأفاضل المختار من جامع عقائد أهل السنة والآثار أبو عبد الله عادل آل حمدان يقول والإيمان، هذا ده يتكلم عن عقيدة أحمد بن حنبل، وأن النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله. صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم عن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه زيد عن يوسف بن بهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره، هذه الصورة على ظاهر الحديث ما تأخذه. الآن أريد الصورة اللي عرفوا بها رب العالمين، ولا تنسى الشخص، لأن هذا كلام رسول الله. والشخص عندكم هو كل جسم. جاوبني على ذني الاثنين. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي، والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به على ظاهره. وهذا الآن عقائد أئمة السلف. يذكر عقيدة أحمد بن حنبل، قال الإمام أحمد فيما روينا أن النبي رأى ربه عز وجل فإنه مأثور،
عن النبي صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس والحديث على ظاهره. تعال اشرح للناس الصورة على ظاهره. هل وضع هذا الحديث عندكم في أحاديث الصورة لله أو لا؟ على ظاهره كما جاء عن النبي، والكلام فيه بدعة، لكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر به أحد. ليش ما تناظرون به أحد؟ الآن الصورة التي ستعرفون بها الله يوم القيامة هذه أو لا؟ وجاوب عن الشخص هي جسم. تفضل. ما عندك صوت. طيب، الذي قال الشخص هو الجسم، روح اسأله. نحن عندنا بارك الله فيكم القاعدة كما قلت لكم، نحن مختلفون وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يروح يقول لي واحد امبارح أجا، القاعدة أننا نرجع لله ونرجع لرسول الله ونرجع بعد ذلك للسلف الصالح، ما جاء بشيء من ذلك. كل الذي جاء به هي الرواية التي مرت معنا قبل قليل، أنه وقلنا ابن الجوزي حكم عليها بالوضع، أنه موسى كان لابس جبة صوف و إيش اسمه ونعل من جلد حمار. فسبحان ربي يروح يعني يخربط في فهم هذه الرواية ليقول الله الذي كان يلبس جبة صوف. طيب، أتحداه أن يأتي بعالم واحد ولو كان عالم بالإدهان، لو كان عالم فيزياء فهم هذا الفهم من أهل السنة والجماعة، وإذا جاء بهذا فأنا الآن أقول له أنت منتصر. لن يستطيع، لأن هذا الفهم لا يفهمه أحد عرف اللغة العربية أو عرف الكتابة والسنة. أنا وعدتكم أن آتيكم بالمصدر الذي هو في كتاب الكافي لما يسأل عن الله سبحانه وتعالى. محمد بن سنان قال سألته عن الاسم ما هو، قال هو لا عفوا هذه بالإسناد ابن سنان يقول سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل كان الله عز وجل عارفا بنفسه؟ يعني شوف بالله، هل هذا سؤال يسأل؟ هل هذا سؤال يسأله مؤمن؟ فيقول قبل أن يخلق الخلق، يعني عارف بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال نعم. ممتاز، إذن عارف بنفسه. قلت يراها ويسمعها، انتبه معي، يراها ويسمعها، قال ما كان محتاجا إلى ذلك. ليش الله سبحانه وتعالى رؤيته وسمعه تبعا للحاجة؟ رؤية الله وسمع الله تبعا للحاجة، إذا ما كان يرى نفسه. سبحان ربي. لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها. هو نفسه ونفسه هو، قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمي نفسه، ولكنه اختار لنفسه أسماء. يعني إذا ما كان يرى نفسه، ما كان يسمع نفسه، فإيش اللي يعرفه عن نفسه؟ يعني سبحان الله، بالله هذا دين؟ بالله هل هذا دين بمقابل ما تلوته عليكم من آيات الله سبحانه وتعالى المحكمات البينات الواضحات التي ينشرح لها صدر المسلم؟ سبحان ربي. فنحن إذن قاعدتنا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. يأتيني ببعض الشبهات البسيطة التي لا قيمة لها أصلا، فهم سقيم لرواية ليست صحيحة. سبحان، يريد أن يعترض بذلك على السنة. الرواية أبطلها. ابن تيمية مو عاجبك؟ هل أنا دعوتكم إلى ابن تيمية؟ أنا الآن أستطيع أن نعمل مناظرة أدافع عن ابن تيمية في كل كلمة، رحمة الله على ابن تيمية، لكن أنا ما دعوتكم إليه، لأن دعوتنا هي اتباع الله سبحانه وتعالى، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الفرق يا إخوة، شوفوا الفرق بين دعوة كل واحد منا. بينت له أن كلمة كل، وعرضت لكم الآيات، كلمة كل لا تعني كل الأفراد، وإنما تعني كل ما يمكن أن ينطبق عليه ذلك. فالله ذو علم وهو عليم. أسأله سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم ذو علم؟ سيقول نعم. هل هو عليم؟ سيقول نعم. هل علي عليم أم لا؟ سؤال واضح وجلي، نعم أو لا. علي ابن أبي طالب عليم أم ليس بعليم؟ أنا أقول علي عليم. هل هو ذو علم؟ نعم هو ذو علم. عادي، المفردتان يعني تطلقان على نفس الشيء، الله ذو علم وعليم. لكن وفوق كل ذي علم عليم، قلنا أن كلمة كل هنا لا تنطبق على الله سبحانه وتعالى، لأن كلمة كل في القرآن الكريم وفي اللغة العربية لا تنطبق على كل شيء بالمطلق، وإنما تنطبق على ما يمكن أن تنطبق عليه. يقول الله سبحانه وتعالى واقعدوا لهم كل مرصد. هل ستقعد في مراصد القمر أو زحل؟
ما أدري، أنا أجبته على هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: يأتوك بكل سحار عليم. هل جاءوا بأحد من السحرة الذين يعيشون الآن مثلا؟ هل جاءوا بالسحرة الذين من الجن؟ هل جاءوا بالسحرة الذين ماتوا؟ ما جاءوا بالسحرة الذين يمكنهم أن يأتوا بهم. إذن كلمة كل لا تنطبق على جميع الأفراد كما في القرآن الكريم. ما أدري، سبحان الله، أنا أشرح وأبين وأدعو إلى القرآن الكريم وأدعو إلى صفات الله سبحانه وتعالى. يا رجل، أتلو عليك آيات الله أنت تعرض. لله وجه، لله عين، لله يد. يد الله سبحانه وتعالى، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. يد الله سبحانه وتعالى فوق أيديهم. لماذا لا تثبت أن لله يد؟ ما هو الله سبحانه وتعالى بالنسبة لك؟ صف لي، بين لي ما هو الله بالنسبة لك في دينك، بين لي حتى أعرف ما عندك. شيخ، أنت ما جاوبت على رواية الشاب الأمرد. أخذ مداخلة ثانية إليك، فصل في رواية الشاب الأمرد، تفضل. أجاوبك عليها بثانية؟ ثانية واحدة؟ كيفك؟ الرواية لا تثبت، ومن أثبتها فيرد عليه، انتهى الأمر. واحد، الشيخ يقول رواية لا يثبت، وهو الشيخ نفسه لو تكتبون الآن في اليوتيوب محمد شمس الدين يثبت رواية الشاب الأمرد، هو بنفسه يثبت رواية الشاب الأمرد. ليش غيرت كلامك؟ نفسه لا، غير صحيح. محمد شمس غير صحيح. الدين. اكتبوا في جوجل ستجدون التسجيل فيديو في اليوتيوب. طالع النية معلش، بدون ما ينحس بالوقت. طالع النية، أنا شفته، أنا بعيني، أقسم بالله طالع النية. أنت أثبتت وقف الوقت وطالعه. الشاب الأمرد لله. طيب وقف الوقت وطالعه. اثنين، وقف الوقت وطالعه. ماكو اشكال، هسه نطلع. دزول الرابط مالته، دزول الرابط. هذا الامر الاول. الامر الثاني يقول الشخص روح اسال الذي اثبته انه جسم. يعني لا علماء السنه السلفيه انت تقبل، لا مصادر السلفيه، لا عقيده السلفيه. ثانيا تقول حديث لا يصح وقد ثبت عن احمد بن حنبل. هاي أنا قرأته، أنا ما احتاجت أروح أجيب يمنة ويسرى. هذه 109، هذا 109 يقول عن أحمد بن حنبل قال الإمام أحمد فيما روينا عنه أن أنت سلفي حنبلي واجب عليك سماع كلام الإمام أحمد، وإلا أنت تخرج من الحنابلة. اليوم مرة تصرت شيعي، مرة تصرت أشعري، مرة طلعت من السلفية، ما أعرف وين راح تروح بعد. فيما روينا عنه أن النبي رأى ربه عز وجل، فإنه مأثور عن النبي صحيح. يقول صحيح صحيح صحيح. الآن أنا أقلب لك التليفون وأشوفك إياه. صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس وأحد، والحديث على ظاهره كما جاء عن النبي، والكلام فيه بدعة، لكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر به. تؤمن به كما جاء على ظاهره. هذا الإمام أحمد بن حنبل، مو كيفه. وفي كتاب الإيضاح للزاغوني، هذا أيضا الإيضاح للزاغوني، وأنت تعرف من هو الزاغوني، الإيضاح في أصول الدين، يقول التالي: الزاغوني في كتاب الإيضاح في أصول الدين: اتفقت الرواية عن إمامنا أحمد أن النبي ليلة الإسراء أسري به رأى ربه، واختلف بماذا رآه، فمشهور الروايات أنه رآه بعينه. إذن أحمد يعتقد أن النبي رأى ربه بعينه، وهو المعتمد عليه عند جماعة أصحابنا، وعليه عامة أهل النقل والسنة. هذا اللي في أصول الدين. أنت إلى الآن ما جبت لنا مصدر سني. أنت إلى الآن تتكلم من عقلك يا شيخ. مصدر سني واحد، سورة قرآني، مصادر أهل السنة ما تقبلها، أحاديث أهل السنة ما تقبلها. زين، شوفوا أحبتي الأفاضل والشيخ أيضا، حتى تفصل لي، لا تقول لي حديث لا يصح. أنت ملتزم بمدرسة، لا تقول لي حديث لا يصح. لا من مصلحتك ولا من واجبك. الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات اسمع اسم الكتاب: الاحتجاج بالآثار السلفية، وأنت سلفي، على إثبات الصفات الإلهية، والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية. أبي عبد الله عادل آل حمدان، شنو الآثار السلفية، وأي حديث من الصفات
إلهية حديث رقم ورقة رقم 49. قال لي شاذان اذهب إلى عبد الله بن الإمام أحمد فقل ترى لي أن أحدث بحديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت ربي في صورة شاب. قال فأتيت أبا عبد الله فقلت له فقال لي تحدث به فقد حدث به العلماء. هذا مو كيفك شيخ، مو كيفك. حتى المصدر بس الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية عادل آل حمدان صفحة 49. عندك يا رجل آخر الصفحة لي تحت، اقرأ لنا إياه أنت إذا عندك بعد أحسن والله. صفحة 49 مبحث الثاني 49 رقم 3. اقرأ لنا إياه أنت الحديث، خلص وقت. يلا اقرأ لنا. حديث رواية عبد الصمد في طبقات الحنابلة وإبطال التأويلات. طيب أحسن. أنا الآن راح أعطيك ما هو أحسن من ذلك. طيب أبشر. يلا بس خليني أفتح المكتبة. اقبل الدعوة. ابدأ اقبل الجولة. طيب طيب أنت الآن الحديث رأيت ربي. طيب بارك الله فيكم يا إخوة يا كرام. هو يقول أحمد بن حنبل صحح الحديث وجاءني من مصدر متأخر أبو يعلى. أنا الآن آتيكم بالمصدر الأصلي اللي هو الإمام أحمد بن حنبل بنفسه الذي يتكلم عنه. بس لو تفتح مايك تقرأ لنا الإسناد إيش هو اللي يتكلم لما أحمد صحح الرواية. أنت قلت أحمد صحح الرواية. هذا في عقائد أئمة السلف. أنا ما جبت من أبي يعلى، أنا قلت الاحتجاج بالآثار السلفية. وقف بابا. الاحتجاج بالآثار السلفية قبل لما قلت الإمام أحمد صحح الرواية قال صحيح مشهور أو شيء. عقائد أئمة السلف عقيدة الإمام أحمد، وموجود في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل صفحة 109. صفحة 109 يقول قال الإمام أحمد فيما روينا عنه إن النبي رأى ربه عز وجل فإنه مأثور عن النبي صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. تمام. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. أنا الآن فاتح مسند الإمام أحمد الرواية أو الحديث رقم 2580 حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تبارك وتعالى. انتهى الحديث هنا، والكتاب هنا مسند الإمام أحمد. فأتيني من مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه بالرواية التي تذكرها شاب أمرد، من مسند الإمام أحمد الذي صحح هذه الرواية. كيف رواها هو بنفسه في مسنده؟ لأننا نحن نأخذ بكلام الإمام أحمد الذي يقوله هو، وليس أن هناك من أخطأ وأورد رواية غير ثابتة. هذا الحديث شيخكم المازندراني يقول: وأكثر مجسمة المتأخرين نظير ابن تيمية لا يثبتون لله تعالى صورة معينة كصورة الإنسان، بل يقولون إنه محيط بكل شيء من فوق العرش. شيخكم يبرئون، أنت تأتي وتأتي كلام من هنا ومن هنا. يا جماعة أذكركم بكلامي من أول المناظرة، قلت لكم لا يستطيع لا يثبت عقيدته من القرآن ولا أن يرد على عقيدتي التي أثبتها من القرآن. كلاهما لم يستطع حتى الآن، مر لنا من الوقت شيء كثير، لم يستطع. فقط يقول فلان قال فلان قال، ويجيب رواية ضعيفة ورواية موضوعة وما أدري إيش. هنا الغنيمان
يتكلم، هو يقول الجسم. الغنيمان رحمة الله عليه قال: فإن كان يريد بالجسمية القائم بنفسه البائن عن غيره، فالله تعالى قائم بنفسه وبائن عن غيره. إذن هذا معنى الجسم عند الغنيمان، هذا معنى الجسم، وليس معنى الجسم المركب وهو بنفسه. قال: وإن كان يريد بالجسمية الذي تصح الإشارة إليه ويكون في مكان، فالله تعالى يشار إليه وتتوجه إليه القلوب، إلى آخر ما. هذا الذي، وليس الجسمية بمعنى التركيب إلى آخر ما هنالك. هو حتى الآن أنا أثبت لكم أنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى نزل على جمل أفرق، ما رد عليها. الله سبحانه وتعالى أسماؤه مخلوقة، ما رد عليها. الله سبحانه وتعالى لا يرى نفسه ولا يعرف نفسه سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى نفسه، ما رد عليه. كل هذه الأباطيل الموجودة عندهم في كتبهم المعتمدة ما يرد عليها، ثم يأتيك إلى رواية ضعيفة عندنا ويحاول أن يثبتها. طيب أنا عرضت عليك عقيدتنا من كتاب الله سبحانه وتعالى. هنا سيدهم مسلم الحلي يقول في القرآن والعقيدة: لكن فيه أنه يرى سبحانه وتعالى غير عالم بالأشياء قبل الوقوع. شوف هذه العقيدة عاد عن الله سبحانه وتعالى. الله عليم بكل شيء، هذه عقيدتنا، عالم بكل شيء، كان وسيكون، عالم بكل شيء. عندهم غير عالم بالأشياء قبل الوقوع. أعوذ بالله، هذا إله يعبد؟ قلنا له الله عندكم في كل مكان، يقول ما ثبت، أثبتناها من كتبهم. كيف أنا أعبد إله في كل مكان؟ كيف أعبد إله موجود هنا وموجود هنا وموجود تحتي وموجود لما أشلح كيف موجود في كل مكان؟ هذا أعبده. كيف أعبد إله ما يعرف المستقبل؟ تفضل. طيب في البداية هذا تسجيلك، أنت كنت تتكلم عن حديث الشاب الأمرد. مشكلة معه. هناك من أثبت هذا الحديث أنه رؤيا منامية كانت كذا وكذا، وليس عندنا مشكلة، وهذا علي جمعة. كنت تتكلم عن أن هذا الحديث ما عندنا به مشكلة وهذا حديث وهي رؤيا منام. شلون أنت ترجع تقول هذا الحديث ضعيف؟ هذا صورتك وصوتك. خاف ما تتسمع. أجاوبك الآن ولا بوقت؟ خلينا نقلب. اوقف بس خلينا نقلب. هناك من أثبت هذا الحديث أنه رؤيا منامية كانت كذا وكذا، وليس عندنا مشكلة، وهذا علي جمعة. أنت لو مو أنت. طيب أنا كنت أقول أن هناك من أثبته وليس أنا أثبته. هناك من أثبته، ما عندنا مشكلة في ذلك. ما عندي مشكلة، في ناس أثبتوه، شو بدي أعملهم يعني؟ أروح أقطع إيدينهم مثلا؟ وهذا علي جمعة. ما عندي مشكلة في ذلك، ولكن اكمل المقطع ستجد أنني أرد على هذه الشبهة. وما عندنا مشكلة. أنا بينت في نفس المقطع، جيب المقطع الكامل ستجد أنني بينت أن الحديث ضعيف. أنت قلت هذه رؤيا منام فقط. ارجع اخواني، قلت هناك من اثبت انه رؤيا منام. انا كنت ارد على علي جمعة، ارد على الاشعريه، وقلت هناك من اثبته. صوروا لي اخواني، لا صوروا لي 20 ثانيه 46 ثانيه. يلا شوف شلون يضيع المناظره باشياء كهذه. لا بس اصبر. وكفرونا على اساسها. اصبر. لا يوجد، وانما الذي وجد وهو قليل، وليس عندنا مشكلة معه. هناك من أثبت هذا الحديث أنه رؤيا منامية كانت كذا وكذا، وليس عندنا مشكلة، وهذا علي جمعة. فإذا كنتم تريدون أن تقولوا أن أهل السنة يعبدون شابا أمرد، فإذا الأشاعرة بحسب كلام هذا أبو جمعة علي جمعة يعبدون عجوزا بلحية، يعبدون شيخا بلحية يلبس أبيض. طيب لماذا لم يلا خلينا نرجعه، نقلب الكاميرا. فأنت ثبتت أنه رؤيا منامية، لا تقول أنه ضعيف، فقط ثبتت رؤيا. قلت عند من أثبته يا أستاذ. يعني هسه أنت ما تثبته؟ لا أنا أقول ضعيف، أنا قلت لك هو ضعيف. وأحمد بن حنبل يقول عنه صحيح في عقائد أحمد بن حنبل في أصول الدين. أنا عرضت لك كلام الإمام، عرضت لك ما رواه الإمام أحمد. لا، في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل تجد أنه في أصول السنة
يقول هذا الحديث عندنا صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. هذا كتابي الذي نقلت فيه أصول السنة للإمام أحمد، وذكرت هذه الرواية وشرحته. عن ابن عباس هذا كما قرأته لكم، رواه قتادة عن عكرمة. هذا من مسند الإمام أحمد، قرأته لكم. هذا قرأته لك من مسند الإمام أحمد، ليس فيه شاب. اسمح لي. إذا الشيخ صحح رواية عكرمة قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية أبان عن عكرمة عن ابن عباس. هي هذه الرواية. خلينا نرجع إلى مسائل، مجموع رسائل عقدية. هداية الحيران بما ثبت في سورة الرحمن، منصور عبد العزيز الإسماري يقول ورواه الإمام أحمد. اسمع شلون تقول ما موجود في المسند؟ في مسنده يقول في المسند رقم 185 حديث 2580، وابن أبي عاصم في السنة، وعبد الله بن أحمد في السنة، والطبراني في السنة، والدارقطني في الرؤية من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفر جعد قطت عليه حلة حمراء كذا مطولا، وبعضهم يختصره. وصححه أحمد وأخبر بأن العلماء حدثوا به وتلقوه بالقبول، وصححه أبو زرعة وابن صدقة والخلال والطبراني وأبو يعلى وابن تيمية وابن كثير وغيرهم، إلى أن يصل ويقول اسمع الحديث الثاني ورواه الترمذي في سننه، وابن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، وابن أبي داود في السنة، والدارقطني في الرؤية. ومن حديث هذا الحديث الآخر اللي يقول أحمد بن حنبل عنه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. تفضل. أنا بعد ما واللي لا يؤمن به زنديق أو جهمي. زنديق لو جهمي عندكم كلام ابن صدقة، فأنت تؤمن به أو لا تؤمن به. يلا تفضل. طيب، كما قال في آخر كلامه الذي لا يؤمن به كما قاله فعلا، لكن كما أورده ورواه الإمام أحمد. وقد عرضت لكم الرواية، والرواية التي قال هنا 2500 وين كانت؟ هنا صفحة 350. هنا 2580. هذا من مسند الإمام أحمد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي تبارك وتعالى. انتهى الحديث هنا، ونؤمن به ونصححه كما صححه الإمام أحمد، ونرويه كما رواه الإمام أحمد بأسانيدنا منا إلى الإمام أحمد إلى رسول الله، ونثبته ونقول كما قال الإمام أحمد من لا يؤمن به فهو زنديق. الله سبحانه وتعالى عندكم له صورة، الله سبحانه وتعالى عندكم يرى. أثبت لكم من مصادركم أن الله سبحانه وتعالى تقولون هو في كل مكان. هذا الذي في كل مكان لا يرى، يعني أنتم لا ترون ربكم سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ هذا سؤال. هل أنتم ترون ربكم يوم القيامة؟ هذا سؤال أريد أن أرى جوابه، أريد أن أسمع جوابه. صفات الله عندهم الإله. لو جاءني نبي، جاءني إنسان يقول إنه نبي وقال لي أعبد إلها في كل مكان، وهذا الإله أسماؤه مخلوقة، وهذا الإله لا يرى نفسه، وهذا الإله ينزل على جمل أفرق وهو في كل مكان، وهذا الإله لا صورة له، لا صورة يعني ليس له شكل أو هيئة، لا يمكن أن يرى. هذا الإله لن تراه في الآخرة. هذا الإله ليس له إرادة. على فكرة هذه عقيدتهم، لم يكن له إرادة ثم خلق لنفسه إرادة. والله هذه عقيدة يا رجل. هذا الإله لا ساكن ولا متحرك. والله العظيم لأقولن له أنت مدعي للنبوة كذاب، لا أؤمن بك. كيف أؤمن بإلهك هذا؟ تقول لي ينزل على الجمل أفرق ومع ذلك هو في كل مكان. إيش هذا اللي في كل مكان أعبده أنا؟ لا ساكن ولا متحرك. إيش هذا اللي لا ساكن ولا متحرك؟ لما تنفي عنه الضدين أنت تنفيه. يعني مثل اللي يقول لك لا موجود ولا غير موجود، لا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا يسار، ولا أمام ولا، أنت تنفي عنه كل شيء، أنت جعلته لا شيء.
شوف، نقلني من الكلام الذي أنزله الله والنقاش فيما أنزل الله على نبيه في كتابه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم يعرض عنه ويولي مستكبرا عنه كأن لم يسمعها فبشره بعذاب. هكذا في الآية. سبحان الله، يعرض عن آيات الله ليقول لي والله ابن تيمية وأحمد وأجبناه على كل شيء بحمد الله سبحانه وتعالى. أثبت عقيدتك من القرآن، أثبت عقيدتك بأسانيد صحيحة إلى النبي. كيف أكون عندي دين، كيف أتبع دين ليس فيه قرآن وليس فيه نبي، ليس فيه نص من عند الإله وليس فيه نص من عند النبي، بس لأنه والله في عبارة وردت عن عالم من علماء خصومي ما تعجبني ولا ماني فهمانها. هذا دين؟ كيف أعبد رب في كل مكان؟ كيف أعبد رب ما كان يعرف لنفسه اسما حتى خلق لنفسه اسما؟ كيف أعبد رب بهذه الصفات التي تصفونه؟ والله أنا كثيرا منكم. ثم يعني أعتذر على الكلمة، تلبيس. يقول لي الإمام أحمد روى شاب أمرد، وفتحنا لكم مسند الإمام أحمد ليس فيه شاب أمرد، كلمة شاب غير موجودة. الآن افتح أي برنامج بحث في مسند الإمام أحمد، وين كلمة شاب أمرد؟ يأتي والله أنا كنت أرد على الأشاعرة يقولون أنتم تعبدون شاب أمرد. قلت إن هذه الرواية ضعيفة في نفس الحلقة، لو يعرضها من أولها لتبين ذلك. من أول الحلقة قلت إنها ضعيفة، وهناك من أثبتها، والذي أثبتها أثبت أنها رؤيا منام. ما عندنا مشكلة معه، لأن الله في المنام كما قال إمامكم، كنت أكلمهم كما قال إمامكم علي جمعة، يرى على أي صفة كانت ليست هي صفته الحقيقية. هذا النقاش اللي كنت. الرواية ضعيفة يا رجل، أنا أدعوك إلى الروايات الصحيحة، تروح تقول لي لأنه في عندكم رواية ضعيفة في بعض الناس ذكر. أي منهج هذا؟ أنا أدعوك إلى الكتاب وهو صحيح، أدعوك إلى السنة الصحيحة، تروح تدور لي الروايات ضعيفة. عقيدتك ما تستطيع أن تثبتها حتى الآن، ما جاب آية واحدة تثبت عقيدته. يا رجل آية واحدة، أثبت لي عقيدتك من آية واحدة. أثبت لي ربك الذي في كل مكان من آية واحدة. أثبت لي ربك الذي ينزل على جمر أورق أفرق. أثبت لي ربك سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى، ربك ما أدري إيش اللي بدك تثبت عنه. ما هي عقيدتكم فيه؟ ما كان له أسماء، ما كان يرى نفسه. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أعطيني، تفضل. طيب راح يبدي دوري. الشيخ يقول الحديث ضعيف، ويقول أحمد بن حنبل ما ذكره، وأحمد بن حنبل مو بالضرورة ذكر كل شيء في المسند. شوفوا أحبتي الأفاضل، هو ذكر هذا قد الكاميرا حتى نقرأ مجموع رسائل عقدية. انتبهوا: هداية الحيران بما ثبت في سورة الرحمن، منصور عبد العزيز الإسماري. اسمعوا شو يقول. هاي أمامكم أولا، وراح نشوف هل أحمد روى الحديث أو لا. صفحة 20 من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة، وهذا الحديث عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله: رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفر جعد قطت عليه حلة حمراء. اسمع شو يقول: كذا مطولا وبعضهم يختصره، في المسند اختصر وصححه. هاي أمامك، صححه أحمد، وأخبر بأن العلماء تلقوه بالقبول في طبقات الحنابلة، وحدثوا به وتلقوه بالقبول، وصححه أبو زرعة الرازي وابن صدقة والخلال والطبراني وأبي يعلى وابن تيمية وابن كثير وغيرهم. نقلب الصفحات إلى أن نصل: ورواه الترمذي في سننه، وابن أبي عاصم في السنة، وابن خزيمة في التوحيد، وابن أبي داود في السنة، والدارقطني في الرؤية، من حديث، هذا الحديث الثاني اللي يقول عنه أحمد في أصول السنة، اللي الشيخ كاتب عنه كتاب. أتمنى تدز لي كتابك أرد أشوف شو معلق بالله على كلام هذا، كلام أحمد بن حنبل نؤمن بحديث عكرمة عن ابن عباس، والحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. يقول من حديث الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم. قال: كيف رأى؟ قال: في صورة شاب دونه ستر من لؤلؤ قدميه في خضرة. سدوا الكتاب هذا، نروح للكتاب هذا، إبطال التأويلات لأبي يعلى الفراء، متوفى 458. هاك أمامكم. هل أحمد بن حنبل روى الحديث؟ صفحة 171. هو يقول: أنا ألتزم بأحمد بن حنبل. حدثنا الحسن بن علي، سنة سلمة، محمد بن مهدي، سنة فلان عن أحمد عن فلان
عن أحمد بن أيوب قال عن عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي، يعني أحمد بن حنبل، قال نا يوسف الأسود بن عامر نا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفر جعد القبر. أحمد بن حنبل روى الحديث، وتقول لي أحمد بن حنبل لا يعتقد به. الصفحة التي بعدها يقول اسمع، سألت أحمد بن حنبل عن حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة اللي رواه أحمد عن النبي رأيت ربي باوع، ناس طا مختصرا، فقال أحمد هذا حديث رواه الكبر عن الكبر عن الصحابة عن النبي، فمن شك في ذلك أو أعرض عنه أو في شيء فهو جهمي. الآن أنت حضرتك تكون جهمي إذا تشك بالحديث وإذا ما تقبل بالحديث. فإن قيل هنا دا يشرح الجعد والقطط وفي حلة خضراء، يقول نحن لا نطلق هذه شوف بعشي يقول هذا أبي يعلى الفراء، فإن قيل هذه الصفات لا تليق بصفات الله لأنها من صفات المخلوقين، هذا غلط، لأن مثل هذا موجود في إثبات الوجه. فأنت إذا تريد تثبت الوجه إلى الله يجب أن تثبت الصورة، وصورته يا شيخ يا عزيزي شاب أمرد. شلون تقول أحمد بن حنبل ما رواه؟ وهذا كتاب نقض عثمان بن سعيد الدارمي على البشر المريسي أيضا، هم هذا الكتاب ما تعرفه بتحقيق الإسماري، ويقول حديث صحيح. نقرأ لوش بعد احنا قاعدين نقرأ من عقلنا. التحقيق في حديث 336. شلون تقول أنت تريد أحاديث؟ جبت لك أحاديث أنت تريد، أنا دا أحكي لك كلام آخر، أنت ردت الأحاديث. 336 رأيت ربي في صورة شاب يقول قلت فالحديث صحيح منصور السمان، صححه أحمد وأبو زرعة وابن صدقة والخلال والحسن بن بشار وأبو طالب العشاري والطبراني وأبي يعلى وابن تيمية وابن كثير وأحمد شاكر والألباني وغيرهم، وله شاهد من حديث ابن الطفيل. يا شيخ أنت تجي تقول لي ضعيف؟ صد الله عليك، بعد هاي كل علماء صححوه وتجي حضرتك تقول لي ضعيف. أثبت الشيخ أن الله جسم باعتبار أنه شخص كما قال قبل قليل. عندك هاي مداخلتك الأخيرة، وراها مداخلتي وتنتهي المناظرة. تفضل. طيب نبدأ الوقت. شوفوا يا أيها الإخوة المستمعون، أكرر ليس عنده شيء. هو الآن لما فقد كل شيء صار يشغل الوقت بس بحديث والله الصورة وما شابه ذلك. أنا أنهيت الوضع بثانية واحدة أن الحديث ضعيف، خلاص هذا الحديث أنا أثبت لك أنه ضعيف، وأثبت لك أو قلت لك أنه عندي ضعيف، وقلت لك أن الإمام أحمد صحح الذي عنده في المسند، ورويت لك الحديث الذي في المسند. يعني سبحان الله. فالآن أريك شيئا حتى تعرف، يعني سبحان الله، شغل الوقت وأعرض عن القرآن وأعرض عن أسئلتي. سألته هل شو اسمه ربك سبحانه وتعالى له إرادة؟ كيف تعبد هذا الرب الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ شيخ مدام وقتك الأخير، هل تثبت لله الذراعين والصدر والقفا والعينين؟ وتسألني 100 سؤال بدي أجاوبك إياه بهالخمس دقائق الوقت الأخير مشان أنت تنهي؟ لا خلاص. نعم أو لا؟ فقط. خلاص لا. بارك الله فيكم. فهو أعرض عن كل ما جئنا، ولم يثبت عقيدته ولم يبطل عقيدتي التي جاءت من القرآن الكريم. هذا يثبت أنني أنا الذي عقيدتي صحيحة وموافقة للكتاب. لم يستطع إبطالها ولم يستطع إثبات عقيدته التي ذكرناها لكم من كتبهم. الشيء الآخر بارك الله فيكم، حتى يعني لا تبقى هي شبهة أشغل وقتنا بها وهي لا داعي لها. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول جامع هنا حدثنا حنبل بن إسحاق قال جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه منه غيرنا، وقال لنا هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000 فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه
وإلا فليس بحجة. أحمد يقول لك الذي ليس في مسندي ليس بحجة، خلاص هو الذي صححه رواه في المسند، انتهى الأمر. يأتيني من مصادر خارجية، يأتيني من عثمان بن سعيد الدارمي الذي هو في الصفحة التالية، وأتحداه يقرأ الصفحة التالية، كلام عثمان بن سعيد الدارمي لما ذكر رواية الشاب الأمرد، الصفحة التالية، الصفحة التي بعده، الكتاب موجود عندي، كتاب عثمان بن سعيد الدارمي، كان هذا نقض وهذا، هذه الكتب. أتحداه أن يقرأ الصفحة التالية، لأن الإمام عثمان بن سعيد الدارمي بين أن رواية الشاب الأمرد غير صحيحة. هنا أيضا هم عندهم بأنفسهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله، هذه الرواية، يقولون رأى ربه في صورة الشاب الموفق في سن أبناء 30 سنة. يعني عندهم الرواية بصورة الشاب الموفق حتى. فسبحان الله، أنا ما أشغلت الوقت بمثل هذه، أنا أتيتك بأصول دينك. الرب الذي لا يعرف المستقبل، الرب الذي لا يعرف الأشياء قبل الوقوع، هذا كيف تعبده؟ سبحان الله، أنا كيف أعبد هذا الإله؟ كيف أعبد إلها في كل مكان؟ يعني أجلكم الله، أفتح التواليت ألاقيه، أفتح غرفة النوم ألاقيه، أفتح غرفة الجلوس ألاقيه، كيف أعبد هذا؟ هو قال لا نقول في كل مكان، عرضت من مصادرهم أنهم يقولون الله في كل مكان. أنا هذا كيف؟ أنت الآن تدعو إلى دين، ماشي، أنا بدي آتي إلى دينك، تقول لي والله في عندكم رواية، أقول لك ضعيفة، لا في عندكم لا صحيحة، نحن لا أعلم برواياتنا ضعيفة. أنا الآن آتيك بأصول دينك، بأئمتك، أصول دينك التي لم تستطع إثباتها من كتاب ربي، كتاب الله سبحانه وتعالى. دعوتكم يا أيها الشيعة إلى القرآن الكريم، دعوتكم إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دعوتكم إلى الصراط المستقيم، هذا الكتاب الهادي الذي من وفقه الله سبحانه وتعالى سيلتزم بما فيه. وهو يقول طبعا، هو من بين الكلام دس كلمة، يعني أو قال كلمة إنه قرآني، صرت قرآني. إذا عرفت القرآن والتزمته سترى الذي يوافقه إذن هو المذهب الحق، وإن أخطأ بعض أفراده، والذي يخالفه ويعرض عنه وليس عنده إله موجود هذا الإله في هذا القرآن الكريم، فهذا إلهه باطل ودينه باطل. هذا القرآن، هذا هو المعيار، هذا ميزان الحق يا إخوة، هذا ميزان الحق يا شيعة يا سنة، هذا ميزان الحق. من وافقه فهو على الحق. نأتي بعد ذلك لمناقشة الروايات والأحاديث ما شابه ذلك. من خالفه وأعرض عنه ولم يثبت عقيدته منه ولم يستطع على الرد على العقيدة الموجودة فيه، هو الذي مذهبه باطل. تبين هذا، وأي كلام سيأتي به بعد ذلك لا شيء. جئنا بكتاب الله، جئنا بالحجة التي أنزلها الله، تلك حجة الله. أنا جئتكم بحجة الله، وهو جاء بحديث ضعيف ورواية ضعيفة، وقال عالمكم قال فلان، جسم وجوهر وعرض وكلام لا قيمة له. طيب بس تريد تاخذ بعدها مداخلة إذا عندك شيء؟ أنا لا خلاص آخر شيء نختم يعني. ماشي. نعم تفضل اختم. طيب خلينا نختم إن شاء الله. أقبل الجولة. الشيخ هنا تثبت أو هل ثبت أن ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وصح عن ذلك الإسناد، قال خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر. شكرا من نور الذراعين والصدر. وأنا ثبتت هذا الموضوع في كتابي، وأنت أخذت هذا من نقض عثمان بن سعيد الدارمي على البشر المريسي العنيد. نقلب الكاميرا حتى نشوف. هذا نقض عثمان بن سعيد الدارمي، قال في الصفحة التي بعدها ينقض. هذا نقض عثمان. أنا أول شيء قرأت التحقيق السماري على كتاب عثمان بن سعيد الدارمي. نقض عثمان بن سعيد الدارمي على البشر المريسي، متوفى 280. أنا كل شيء ما راح أسوي، أنا بس راح أأشر. اقروا يا سنة يا شيعة. باب في صورة من؟ صورة من؟ اكتبوا